مع تجدد الخناقة السنوية في مصر، هل يجوز تهنئة المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام؟ ظهرت خناقة تانية في حتة تانية من الكوكب. هل ينفع عمدة نيويورك مستر زهران يحلف اليمين على المصحف بدل الإنجيل؟ خناقتين بينهم آلاف الكيلومترات واختلاف ثقافة ودين ولغة، لكن مشتركين في حاجة واحدة بس: الخوف. أنا مش هتكلم في فقه ولا أقول لك صح ولا غلط، لأن المسألة فيها خلاف معتبر عند الفقهاء وده مش مجالنا أساسا. بس عندي ملاحظة إن الخناقتين فيهم نفس الزعيق، نفس العصبية، نفس التخوين أو التكفير، والأهم نفس الإحساس إن فيه خطر جاي. فالسؤال هنا: ليه ناس عقائدهم مختلفة تماماً بيخافوا بنفس الطريقة؟ الحقيقة إن الناس مش بتخاف من المختلف لأنه مختلف، بس الناس بتخاف تحس إن اليقين اللي كانت عايشة عليه طول عمرها ما يطلعش هو المطلق الوحيد. يعني لما حد بيشوف حد بيعمل حاجة بشكل مختلف، أو يشوف حاجة مختلفة عن معتقداته، أو طريقة مختلفة عن الطريقة اللي كان متخيل إن مفيش غيرها، عقله بيسأل غصب عنه: هو ممكن يكون فيه أكتر من طريقة؟ هو ممكن فهمي ما يكونش هو المطلق الوحيد؟ والسؤال ده مرعب لناس كتير، وده اللي بيسميه علماء نفس زي هنري تاكفيل تهديد الهوية. لما الفكرة بتتهز، الإحساس بالأمان بيتهز معاه، لأن الإنسان بيربط أفكاره ومعتقداته بإحساسه بنفسه وبالأمان. يعني التهنئة أو حلف اليمين عند ناس كتير ما هياش مجرد فكرة، دي أنا مين. وعشان كده أبسط حاجة ممكن تعمل خناقة كبيرة، تهنئة، حلف، رمز، مش لأنها خطيرة في حد ذاتها، لكن لأنها بتقول حاجة مزعجة للعقل. في أكتر من طريقة ممكن الناس تعيش بيها، وفي معتقدات تانية غير اللي انت طلعت ما تعرفش غيرها، والعقل بيتعامل مع الإحساس ده كأنه خطر حقيقي مش مجرد نقاش فكري. وده بيفسر ليه أحيانا الناس ممكن تهاجم الأزهر أو دار الإفتاء لو طلعوا فتوى بجواز التهنئة، مع إنهم هيئات دينية معتبرة. علماء نفس زي ليون فيستنجر قالوا عليها التنافر المعرفي. يعني لما الإنسان بيسمع كلام يهز يقينه بيحس بتوتر شديد فيرفض الكلام، وأحيانا المصدر نفسه، مش لأن المصدر وحش، لكن لأن كلام المصدر ده ما طمنوش دلوقتي وهو خايف. وفي اللحظة دي الخوف يتحول لغضب، والغضب يلبس عباية الأخلاق: ده غلط، ده حرام، ده ما ينفعش، ده لازم يتمنع. ومش دايما ده بيكون قوة إيمان، في حالات كتير دي طريقة دفاع علشان الإحساس بالأمان يرجع تاني. في الآخر الذعر من معتقد الآخر في كتير من الأحيان ما بيكونش غيرة على الدين ولا دفاع عن قيم، غالبا هو خوف من الشك، خوف من فقدان الهوية، وخوف من إن الواحد يفكر لوحده. وزي ما قال أحمد فؤاد نجم: يعيش أهل بلدي وبينهم مفيش تعارف يخلي التحالف يعيش، تعيش كل طايفة من التانية خايفة، وتنزل ستاير بداير وشيش، لكن في الموالد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونهتف يعيش. ويبقى السؤال: ليه الأفكار المختلفة بتخوفنا للدرجة دي؟